دخلنا في رمضان وفي الاجواء الرمضانيه، بس زمان رمضان ما كانش بيكمل الا لما تسمع الصفاره طالعه من قلب شارعك، ودي ما كانتش صفاره دوري ابطال ولا دوري انجليزي، دي كانت صفاره الكره الحقيقيه واللي احنا هنتكلم عليها النهارده، وهي الدورات الرمضانيه. وده بالنسبه لنا كان الدوري الحقيقي، الدوري اللي ما بيعترفش بسن ولا بيعترف بكبير ولا صغير، كله بيلعب كوره وكله مبسوط لاجل المتعه. الدوره الرمضانيه كانت المكان اللي المهاره فيه ملهاش سقف، ولا فيه مدرب ولا فيه تعليمات ولا تكتيكات تربطك في الملعب، اللي تعرف تعمله اعمله. والدورات دي طلعت لنا لعيبه وصلت للعالميه ولاعيبه ما خدتش حظها للاسف. فاجهز معايا كده بقى واعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف كل الحلقات الجايه. الدوره الرمضانيه في مصر يعني كرنفال، سواء كانت بتتلعب قبل الفطار او بعد الفطار. كل منطقه ليها الدوره بتاعتها، وكل منطقه لها القوانين بتاعتها. كل الحواري وكل المناطق كانت بتبقى في الشارع. ساعتها الكشافات على قدها والاضاءه، والحكم غالبا كان بيبقى اكبر واحد في المنطقه والراجل الكباره بتاعنا، واللي بيتيح في الكل ومحدش بيقدر يقول له كلمه. الكوره هناك ما كانتش تيكي تاكا، دي كانت خناقه مهارات، ان المساحات كانت ضيقه، اللي يعرف يعديك في شبر ونص ده هو ده اللي بياكل في الشارع. ده غير ضغط الجمهور اللي حواليك اللي يخليك تطلع اللي ما جاش في خيالك. ودي الحاجات اللي عملت شخصيه اللاعب المصري اللي احنا كنا عارفينها زمان، بتاع الجيل ابو تريكه واللعيبه دي. اللعيبه دي من صغرها كانت متعوده تلعب تحت ضغط جمهور بسبب لعب الشارع والدورات الرمضانيه، ودي حاجه للاسف بقينا مفتقدينها بسبب الاكاديميات واللعب على النجيله. لعيبه لا مؤاخذه بقت طريه شويه ماشي. عارف انت ان اغلب الاساطير اللي احنا بنشوفهم دلوقتي اللي قاعدين في الاستوديوهات وبيحللوا الكوره بداوا في دورات رمضانيه ولعب في الشارع؟ ابرزهم عندك محمد صلاح فخر العرب. محمد صلاح كان خارب الدورات الرمضانيه في نجرين، في ملاعب ارضها بايظه وملاعب اسفل، بس هو كان باصص لابعد من كده بكتير. وابو تريكه كان ملك الدورات في ناهيه، كان مقفلها كلها قبل ما العالم كله يعرفها. حتى شيكابالا الترقيصه اللي بتهز المدرجات بتاعته دي هو اتعلمها في دوراته في اسوان. والاسامي دي بتثبت ان الكشافين اللي كانوا بيفهموا ساعتها كانوا بيبصوا على المواهب اللي في الشارع، لانها ساعتها اكتر بكتير من المواهب اللي كانت موجوده في النوادي، وكانوا بيروحوا على الموهبه الخام، الموهبه اللي لسه ما لمسهاش اي مدرب ولا اتلوثت باي تكتيك من مدرب تاني. طب تسالني سؤال، ليه لعيب الشارع حريف اكتر؟ لان ببساطه الشارع بيعلمك الحل الفردي. اكاديميات بيقول لك اهم حاجه تبص للي جنبك، الشارع بيقول لك اتصرف، تعرف تعديه عديه. ده غير الكور اللي بتنط غلط بسبب الارض اللي مش مظبوطه اللي بتخلي رد فعلك اعلى. ده غير الالتحامات اللي صاحبك بيخش فيها يقطم لك رجلك ويقول لك دي على الكوره. كل دي حاجات بتخلي عند اللعيب سنس عالي جدا، تحمل ضغط اكتر من لعيب الاكاديميات بكتير. ولما تبقى داخل تشوط ضربه جزاء في ساحه شعبيه مش هيهزك بعد كده ملاعب اوروبا. نهايه الدورات الرمضانيه هتفضل هي المنجم الحقيقي للمواهب في الكره المصريه. فلو انت عندك موهبه ما تيأس ان انت تفضل تلعب في الدورات دي، ممكن تبقى هي سبب شهرتك وتبقى انت النجم الجاي. فقول لي بقى في الكومنتات ايه اغرب موقف حصل لك في دوره رمضانيه، او حتى في اختبارات اهلي وزمالك لو رحت يعني. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب زي ما قلت لك عشان تتابع كل الفيديوهات الجايه. كان معاكم كابتن اورور، ورمضان كريم عليكم.